السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، والمسلسل اللبناني الاكثر مشاهدة في لبنان والوطن العربي. وتعالوا سريعا نشوف اهم احداث الحلقة الجديدة. بس في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما ننساش نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات على الكل، وده طبعا علشان يصلك كل حلقات المسلسل اول باول. ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المشهد ده بنشوف مالك وهو في السجن وبيحكي مع امه وبيترجاها انها تساعده علشان يخرج من المأزق اللي هو فيه. وبنشوف لميا لما بتتصل بجواد وبتقول له انه لازم يساعد اخوه، وفي بتهدد عليا وبتقول لها الحرب لسه ما خلصتش، بالعكس احنا لسه في بداية المشوار. وبتقول لها كمان بعد حملي الحرب هتبقى شرسة كتير جدا. وبيان بتجهز هدومها وبتطلب من لميا انها تسامحها على كل اللي حصل وفات. وجواد بيروح لغاية مالك، ومالك طبعا بيطلب منه المساعدة وبيقول له انا ماليش حد غيرك، لكن جواد بيقول له ما عندناش حل ولازم ننتظر المحاكمة. لكن مالك طبعا بيسمع الكلام ده وبيتضايق جدا. وطلال بيدور على الذهب اللي خدته ورد من مالك، ولكن في الوقت ده رفيف وندى بيشوفوه، وورد بتدي الذهب لرفيف وبتطلب منها انها ترجعه لبيان. وتامر في نفس الوقت بيلوم امه، وده طبعا علشان هي مصرة تفضل معاهم في القصر، وكمان بتقول له انا لازم افضل جنب سته، وده لانها مريضة وضعها حساس واكيد هي محتاجاني دلوقتي اكتر من الاول. وفعلا بتيجي رفيف وبتدي بيان الذهب، وهنا بيان في الوقت ده بتكون فرحانه كتير جدا. وفي بتتذكر كل شيء عملته رحاب فيها، وبتروح لها لغايه الغرفه وبتطلب منها انها لازم تسيب القصر حالا. لكن رحاب بتترجاها انها تسيبها قاعده في القصر وما تحاولش تبعدها عن بنتها عليا. وفي هنا بتقول لها على فكره هي حاولت تقتلني مرتين. وطبعا في الوقت ده بتفكر في كذبه انها تقنع بنتها انها تفضل في القصر. ورحاب بنشوفها وهي بتنهار وبتبكي وبتجهز شنطتها علشان تمشي وتسيب القصر. وطبعا بتقول لبنتها عليا انها لازم تمشي علشان اختها مريضه ولازم تكون جنبها. ولكن طبعا عليا بتتصدم في اللي حصل ده كله، لكن في النهايه مش مصدقه رحاب في اي كلمه من اللي قالتها. وفي نفس الوقت رحاب بتعتذر لها كتير جدا. وفي النهايه رحاب بتاخد عليا في حضنها، لكن عليا ما بتكونش متقبله الموقف ابدا. وبنشوف باسل في الوقت ده بيكون متضايق برضه لانه مش طايق وجود رحاب في القصر. وفي النهايه رحاب بتسيب القصر وهي بتبكي، وبتترجى جواد في الوقت ده انه يهتم بعالية ويخلي باله منها، لانه محدش دلوقتي جنبها غير جواد. وهي عارفة طبعا ان في حرب ما بين عالية وما بين فاي. وباسل بيكون متفاجئ باللي بيحصل، ازاي رحاب هتسيب بنتها وتمشي وتسيب القصر. وجواد في نفس الوقت بيروح لفاي علشان يحكي معاها وبيسألها ان رحاب هي اللي كانت بتحط لها الدواء وده السبب اللي خلاها تطردها. لكن فاي بتنكر كل اللي بيتقال ده وبتقول له ان رحاب ملهاش اي علاقة باللي كان بيحصل. وجواد بيطلب من عالية انها تنهي موضوع الحمل المزيف ده بقى. وبنشوف كنان بيروح لغاية ورد وبيديها صحبة الورد. وفي نفس الوقت ورد بتكون فرحانة جدا بالهدية وبتشكره، وده طبعا لانه وقف جنبها وحاول يساعدها. وفي نفس الوقت بتيجي علشان تطمن على اختها. وعالية في نفس الوقت بتتصل بالخادمة القديمة اللي كانت شغالة قبل رحاب، وفي الوقت ده بتعرض عليها انها تيجي وتشتغل عندها في القصر. وفي بتسمع في الوقت ده اسمها، وفي الوقت ده بتسأل ندى هي مين وعايزة تعرف اخبارها كلها. وندى بتعرفها وبتقول لها ان دي كانت شغالة في القصر قبل ما تيجي رحاب، وكمان بتقول لها انها انسانة محترمة وكويسة جدا. وبتيجي دعوة لفي من الجمعية اللي بتشتغل فيها عالية، وفي بتعمل المستحيل انها تخش الدعوة بتاعة المزاد. وبيان بتروح تزور ورد، وورد هنا بتتشكر لها كتير جدا، وده طبعا علشان هي قدمت لها يد المساعدة. وبنشوف رحاب بتفضل تراقب القصر من بعيد لبعيد، وبتشوف عالية وهي بتبكي وطبعا قلبها محروق على امها. وبيان بتقول لفي انها تساعدها في الخياطة وكمان ممكن تشتغل معاها لكن في السر. وفي مشهد جديد بنشوف الخادمة الجديدة لما بتوصل للقصر، وطبعا بتكون عارفة كل حاجة عن رحاب وعلاقتها بعالية، وكمان عارفة ان رحاب هي والدة علي. وفي بتجهز التصميم اللي هتاخده معاها على المزاد، وفي نفس الوقت ندى بتساعدها في الخياطة. وفي مشهد تاني بنشوف في وهي بتدور على التصميم اللي نسيته على مكتب عالية، لكن للأسف مش بتلاقيه. وعالية هنا بتتكلم مع جواد وبتقول له على فكرة انا حابة فكرة موضوع الحمل دي قوي قوي، وكمان بتقول له يا ريت ده يكون حقيقة، ايه رأيك يا جواد؟ لكن جواد في الوقت ده طبعا ما بيعجبوش كلام عالية وبيرفض الموضوع
نهائيا، وكمان بيجهز حاجته علشان يسيب البيت، وده طبعا علشان هيبقى عنده مؤتمر لمدة يومين. وبيقول لها كمان انا عايز لما ارجع تكوني نهيتي موضوع الحمل ده. وفي بنشوفها لما بتوصل المزاد، وفي نفس الوقت باسل كمان بيكون حاضر المزاد. وفي بتشوف تصميم عالية، وطبعا بتتفاجئ وبتتصدم كتير جدا، لانها لما شافت التصميم عرفت ان التصميم ده بتاعها هي، وواضح ان عالية سرقته منها. وفي نفس الوقت بتتكلم قدام الناس كلها وبتواجه عالية وبتقول لها ان التصميم ده بتاعي وانت اللي سرقتيه. وفي نفس الوقت في بتتخانق مع عالية وبتوقعها على الارض. وهنا بيان في الوقت ده بتكون فرحانة كتير جدا، وفي بتتذكر كل شيء عملته رحاب فيها، وبتروح لها لغاية الغرفة وبتطلب منها انها لازم تسيب القصر حالا. لكن رحاب بتترجاها انها تسيبها قاعدة في القصر وما تحاولش تبعدها عن بنتها عالية. وفي هنا بتقول لها على فكرة هي حاولت تقتلني مرتين. وطبعا في الوقت ده بتفكر في كذبة انها تقنع بنتها انها تفضل في القصر. ورحاب بنشوفها وهي بتنهار وبتبكي وبتجهز شنطتها علشان تمشي وتسيب القصر. وطبعا بتقول لبنتها عالية انها لازم تمشي علشان اختها مريضة ولازم تكون جنبها. ولكن طبعا عالية بتتصدم في اللي حصل ده كله، لكن في النهاية مش مصدقة رحاب في اي كلمة من اللي قالتها. وفي نفس الوقت رحاب بتعتذر لها كتير جدا. وفي النهاية رحاب بتاخد عالية في حضنها، لكن عالية ما بتكونش متقبلة الموقف ابدا. وبنشوف باسل في الوقت ده بيكون متضايق برضه لانه مش طايق وجود رحاب في القصر. وفي النهاية رحاب بتسيب القصر وهي بتبكي، وبتترجى جواد في الوقت ده انه يهتم بعالية ويخلي باله منها، لانه محدش دلوقتي جنبها غير جواد. وهي عارفة طبعا ان في حرب ما بين عالية وما بين فاي. وباسل بيكون متفاجئ باللي بيحصل، ازاي رحاب هتسيب بنتها وتمشي وتسيب القصر. وجواد في نفس الوقت بيروح لفاي علشان يحكي معاها، وبيسألها ان رحاب هي اللي كانت بتحط لها الدواء وده السبب اللي خلاها تطردها. لكن فاي بتنكر كل اللي بيتقال ده وبتقول له ان رحاب ملهاش اي علاقة باللي كان بيحصل. وجواد بيطلب من عالية انها تنهي موضوع الحمل المزيف ده بقى. وبنشوف كنان بيروح لغاية ورد وبيديها صحبة الورد. وفي نفس الوقت ورد بتكون فرحانة جدا بالهدية وبتشكره، وده طبعا لانه وقف جنبها وحاول يساعدها. وفي نفس الوقت بتيجي علشان تطمن على اختها. وعالية في نفس الوقت بتتصل بالخادمة القديمة اللي كانت شغالة قبل رحاب، وفي الوقت ده بتعرض عليها انها تيجي وتشتغل عندها في القصر. وفي بتسمع في الوقت ده اسمها، وفي الوقت ده بتسأل ندى هي مين وعايزة تعرف اخبارها كلها. وندى بتعرفها وبتقول لها ان دي كانت شغالة في القصر قبل ما تيجي رحاب، وكمان بتقول لها انها انسانة محترمة وكويسة جدا. وبتيجي دعوة لفي من الجمعية اللي بتشتغل فيها عالية، وفي بتعمل المستحيل انها تخش الدعوة بتاعة المزاد. وبيان بتروح تزور ورد، وورد هنا بتتشكر لها كتير جدا، وده طبعا علشان هي قدمت لها يد المساعدة. وبنشوف رحاب بتفضل تراقب القصر من بعيد لبعيد، وبتشوف عالية وهي بتبكي وطبعا قلبها محروق على امها. وبيان بتقول لفي انها تساعدها في الخياطة وكمان ممكن تشتغل معاها لكن في السر. وفي مشهد جديد بنشوف الخادمة الجديدة لما بتوصل للقصر، وطبعا بتكون عارفة كل حاجة عن رحاب وعلاقتها بعالية، وكمان عارفة ان رحاب هي والدة علي. وفي بتجهز التصميم اللي هتاخده معاها على المزاد، وفي نفس الوقت ندى بتساعدها في الخياطة. وفي مشهد تاني بنشوف في وهي بتدور على التصميم اللي نسيته على مكتب عالية، لكن للأسف مش بتلاقيه. وعالية هنا بتتكلم مع جواد وبتقول له على فكرة انا حابة فكرة موضوع الحمل دي قوي قوي، وكمان بتقول له يا ريت ده يكون حقيقة، ايه رأيك يا جواد؟ لكن جواد في الوقت ده طبعا ما بيعجبوش كلام عالية وبيرفض الموضوع نهائيا، وكمان بيجهز حاجته علشان يسيب البيت، وده طبعا علشان هيبقى عنده مؤتمر لمدة يومين. وبيقول لها كمان انا عايز لما ارجع تكوني نهيتي موضوع الحمل ده. وفي بنشوفها لما بتوصل المزاد، وفي نفس الوقت باسل كمان بيكون حاضر المزاد. وفي بتشوف تصميم عالية وطبعا بتتفاجئ وبتتصدم كتير جدا، لانها لما شافت التصميم عرفت ان التصميم ده بتاعها هي، وواضح ان عالية سرقته منها. وفي نفس الوقت بتتكلم قدام الناس كلها وبتواجه عالية وبتقول لها ان التصميم ده بتاعي وانت اللي سرقتيه. وفي نفس الوقت في بتتخانق مع عالية وتوقعها على الارض. ولغاية هنا وسريعا كانت دي اهم احداث الحلقة، استنونا الحلقة اللي جاية، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.